كثير من ردود الفعل في استرات خسارة المغرب مع جنوب افريقيا انطلاقا من الخطا اللي حتى واحد ما كان كينتظروا من الحارس الدولي منير الكجوي. وفي الحقيقه هذا امر صعيب يصدقه الجمهور، ولكن حقيقه المباراه اللي زعزعت عرش الاسود كانت جد متواضعه من جميع النواحي، من ناحيه الاداء والتشكيله البشريه اللي لعبات واخطاء دفاعيه وسوء الرقابه وهشاشه الوسط وغياب تام للجهه اليسرى بكاملها. اما اللي وقع المنير محمدي من جهه الخطا يمكن نعتبره وارد في كره القدم، رغم انه خطا نادرا ما كيوقع وهو نتيجه ديال الثقه الزايده في التحكم العادي في الكره. لكن تسديدات بيرسيطاو كانت قويه ومتقونه من لاعب عاد توج بطوله ابطال افريقيا، والحال ان منير تلقى الضربه بشكل مباغت ومفاجئ، لانه كان كيعتقد انه غادي يمسك الكره بسهوله قبل ما تزلق من يده، لان تفكيره المسبق كان مأمن انه غادي يمسك الكره بسهوله، بينما الواقع كان اهداء الهدف للخصم. لكن هذه الهزيمه الصدمه المبكره ما كانش فيها منير هو المسؤول بوحده، بل الفريق الوطني كاملا اللي بقى عايش على احلام الماضي في قطر والفوز على البرازيل، وما عرفش كيفاش يرد على هذه الضربه المبكره اللي تلقاها من فريق افريقي. والحال ان موقع لا علاقه له بقطر، لكون المجموعه كانت هشه بالتجريب والتغيير، وما نجحوش بعض اللاعبين الدوليين في اقناع الجمهور والمدرب وتفككات الخطوط، وبقى النصيري معزول بدون مسانده وبلا فرص، وتقلصت خطوره الاطراف، وانهار الدفاع في اكثر من موقف خطير لدرجه بدا فيها المنتخب المغربي خارج القوه ديالو العالميه بافريقيا. ولذلك ما نغطيوش الهزيمه بغربال المسؤوليه ديال منير، لانه كانت التدخلات ديالو في المباراه مزيانه ونقذ المنتخب من هزيمه نكراء، وكان المتالق هو وزياش فقط، لانه رغم خطا التسجيل ضد مرماه فقد كان اسد العرين لصده اكثر الفرص خطوره، واللي كانت غادي تأرخ لاكبر هزيمه في تاريخ منتخب مونديالي. يمكن اللي ما متفقش معنا يعاود يشوف ملخص المباراه باش يعرف ما انقذه منير من اهداف محققه. الخلاصه ان الاداء ما كانش، وكانت الاخطاء وغيرها من اسباب الخساره اللي عرت على المستور.